يحكى أن خبير في علم الأسماك قرر يعمل تجربة كده، فجاب سمكة كبيرة حطها في وسط سمك صغير في نفس حوض السمك. السمكة الكبيرة دي فضلت تجوع، ولما جاعت ما لقيتش قدامها حل غير إنها تاكل السمك الصغير، فهي خلاص بقت معتبرة إن السمك الصغير ده هو الأكل بتاعها. الموضوع ده اتكرر بالظبط مرة أو اتنين. بعد كده راح خبير أو العالم السمك ده جاب لوح إزاز وفصل بين السمكة الكبيرة والسمك الصغير. فضلت كل ما تحاول توصل للسمك الصغير تتخبط. الموضوع ده بقى سابه شوية أطول، يعني اتعودت على كده لحد لما هي خلاص عرفت إن هي عمرها ما هتوصل للسمك الصغير وعمرها ما هتاكله، واكتفت إن هي توصل عند نقطة معينة وتروح لفة وراجعة تاني في نفس الحوض. بعد فترة زمنية معينة خبير الأسماك ده قرر يشيل لوح الإزاز ويسيب السمكة في نفس الحوض، والحوض مفتوح مع السمك الصغير. لكن اكتشف إنه بقى اللي حصل، السمكة الكبيرة فضلت توصل لنفس النقطة اللي كانت بتوصل لها وتلف وترجع، ما حاولتش تهجم على السمك الصغير تاني. هي خلاص السمكة الكبيرة اتعودت إنها مش هتوصل للسمك الصغير حتى بعد ما لوح الإزاز ده اتشال، وفضلت كل ما تقرب تلف وترجع. القصة دي أنا شخصياً استفدت منها قد إحنا في حياتنا كتير قوي لو فشلنا مرة بنعتبر إن إحنا خلاص يعني هي دي النهاية، وما بيبقاش عندنا استعداد إن إحنا نحاول تاني وتالت. خلينا النهاردة كده نفكر كم مرة جربنا حاجات كتيرة في حياتنا ولما ما نجحتش اعتبرنا كده إنه خلاص إحنا مش هنقدر نعملها. كم مرة اعتبرنا إنه أي حاجة فشلنا إن إحنا نوصل لها إن هي دي كده خلاص دي قدراتنا ودي إمكانياتنا. لازم دايماً يبقى عندنا نقطة انطلاق جديدة وما نفقدش الأمل أبداً، لأنه أكيد ربنا مدينا قوة نقدر نستخدمها في إن إحنا نحقق حاجات عمرنا ما كنا نتخيلها.